بالنسبه بقى للمنوفيه للقاهره، آه، انا برضه خد بالك ايه، انا ما كنت يعني مش دايما ببص، مش من وانا في اولى كليه ببص على العميل معايا اللي هو انت عميل صغير وبتاع، لا ما هو امم. انا كنت في اولى كليه برضه، فاهم؟ اه، فكنت يعني كومباتبل الاتنين مع بعض. قيمة مقابل ما حجم كنت وسعر، اه ما الدنيا راكبة على كنتش بعضها ماشية ما حلو. كنتش ببص لها كده، انا كنت دايما ببص لها ان انا عايز اجيب اخري في الشغلانه دي، فهعمل اسم كويس انزله في البورتفوليو عندي، فيجي لي شغل تاني، الكلاينت ده هيقول للكلاينت اللي جنبه فيجيب لي الاتنين شغل تاني، واحنا كمصريين بنحب نوجب مع بعض، فاللي هو ايه زي ما انا مثلا كده اه، قعدنا مع بعض دلوقتي، فانت بتحب الاستوديو هنا، فرحت جاي قايل لي الاستوديو ده خطير، لو انت عندك اي حاجه عايز تصورها بعد بالظبط، كده يبقى تعالى هنا، بالظبط كده. فاهم؟ في حين ان بالظبط، هم عادي مش دافعين لك فلوس عشان تقول كده، بس بالظبط، انت هذا ايه، الاعلان غير مدفوع انت عايز والله، توجب ومش معايا. هيحاسبوني عليه للاسف الشديد يعني. دي رساله بوجهها لمحمد سالم صاحب الاستوديو. نرجع للحلقه، ماشي. انت عايز توجب معايا، وايه اللي هو انت تمام، اه، حبيبي يا بالظبط، هاني، بالظبط. فاهم؟ فبيجي من هنا الايه الريبيوتيشن اللي هي الورد اوف ماوس، بالظبط. فده بتلاقي الدايره بتاعتك عماله بتكبر بتكبر بتكبر، عشان انت بس بتجتهد يعني، وبتحاول تجيب اخرك في الشغلانه، والكلاينت اللي قدامك بيحس بكده انك انت جايب اخرك مش بخلان عليه بتاع، فبتلاقي الدنيا عماله ايه، بتكبر معاك واحده واحده. حته بحته.